السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة هنكمل حلقة استوصوا بالرجال خيرا. ف عايزة الليديز يسمعوني كويس وبتمعن، وهنفكر مع بعض. أنا مش هقول حاجة من عندي، يعني كقاعدة أساسية إن كلنا بني آدمين في الأول أو في الآخر، فإحنا بنتعامل مع بعض من منطلق إن إحنا بشر. بنغلط طبعا، مفيش حد فينا ملاك ومفيش حد فينا معصوم من الخطأ، وكل اللي بنحاول نعمله ان احنا بنوفق افكارنا مع بعض. الرجاله بتفكر غير الستات. الرجاله بتفكر في بوكسز، هو قاعد دلوقتي في البوكس بتاع الشغل، هو بيفكر في البوكس بتاعه. الستات بتفكر بطريقه وايرز، كأنها اسلاك او حاجة intersected مع بعض، حاجات متشابكة مع بعض. فهتلاقيكي بتفكري في الولاد في نفس الوقت، ورايا اعمل ايه، عندي مشوار ايه في الشغل، ايه هخلص ايه. انتي بتفكري كده، هو بيفكر كده. نتيجة اختلاف تفكيرنا ده هما بيبقوا ممكن يكونوا عمليين جدا، هو في البوكس بتاعه مركز فيه. فنتيجة الطريقة دي ان هو ممكن يكون very direct، practical، بيتفكر بعقله اكتر من مشاعره. ودي طبيعتنا يعني كاختلاف psychologically، يعني مش انا اللي بقول. خلينا نحط ده في اعتبارنا واحنا بنتكلم معاه. زي ما هو دايركت، خليني دايركت معاه. عايزه كذا، بعبر عن مشاعري بكذا، ده بيضايقني. لازم تبقى عبري عن اللي انتي بتحسي بيه معاه. هو بني ادم. في ناس بتغلط غلطات فظيعة، ده بيبقى تراكم تصرفات كتير على مدار السنين. انا بعتقد I believe ان البني ادم بيتولد بيور. اي طفل بيبقى نقي وبيور، بيأثر عليه تربيته، بيته، العوامل، المجتمع نفسه، العوامل المجتمعية اللي حواليه، مدارس، مواقف اللي بتحصل له في حياته. الناس اللي بتبقى ديفنسيف قوي، بتدافع عن نفسها قوي او بتهاجم قوي، بتبقى اتأثرت في حياتها ساعات بمشاكل كتير. فلو انت مثلا جوزك بتحسي ان هو aggressive او tough او very straightforward، ده بيكون نتيجة خبرات حصلت له في حياته، او هو بيبقى بيدافع عن نفسه في الموقف ده. الرجالة surprisingly تتفاجئي لما تعرفي ان هما برضو بني ادمين، فهم ليهم وقت ضعف بتاعهم، بس هم ما بيحبوش يبينوا ده غالبيتهم يعني. واحنا ككالتشر ما تعودناش ان احنا نعبر اصلا عن مشاعرنا قوي. الرجاله متعوده من ان هم صغيرين ما تعيطش، ما فيش راجل يعيط، ما فيش. ساعات كتير ناس بتعمل كده، يمكن ده اتغير دلوقتي شويه. فخلينا نحط في اعتباراتنا ده الضغط النفسي عليهم في الشغل، في المجتمع نفسه، بيحسين ان هم شايلين مسؤولية. ده ممكن بينعكس بطريقة يعني طريقة الدفاع بتاعتهم ممكن تبان ان هي تحكم، ممكن تبان ان هي هجوم واحنا مش فاهمين. فدايما اسألي قبل ما تتضايقي او تتخانقي مثلا معاه. دي حاجة مهمة قوي ناخد بالنا منها كمان. حاجة التالتة، احنا قلنا دلوقتي حاجتين. اول حاجة العوامل اللي بتأثر فيه هو في تربيته في ده، وفي تفكيره وطريقة تفكيره، ان هو very straightforward وطريقته مختلفة عن طريقتنا. الحاجة التالتة اللي عايزة اقولها هنا التفاهم الحوار يكون راقي بناء بينكم وبين بعض، هتكتشفي شخص تاني. حاجة الرابعة، عززي الحاجات اللي بيعملها. لو هو عمل اي حاجة شال طبقه، ايا كان بقى اي حاجه عملها يعني، قولي شكرا، قولي انا لاحظت كذا، انت عملت كذا، شكرا على كذا. لما انا عندي رول برضو تانية بتقول ان كأن لو الطفل او البني ادم ايا كان، هي كنت دايما بقولها على الاطفال، ان واحنا بنربي الولاد بيبقى في كفتين. كفه بتقول الحاجات الكويسه اللي هم عملوها، وحاجه بتقول الحاجات الديفيكولتيز اللي هم بيواجهوها او اللي هم مش عارفين لسه يظبطوها في حياتهم قوي. فلو هما كفتين، انا بعزز في الكفه دي، بقول انت شاطر، انت كويس، عملت كذا، انا خدت بالي انك عملت ده كويس، جبت درجه كويسه، شلت حاجتك، رتبت اوضتك، whatever، حاجه حتى بسيطه يعني. لما بعزز ده الكفه دي بالطب، لما بعزز ده الكفه دي بالطب، والانسان بيبقى عنده قله ثقه في نفسه. لما بتعدلي كتير، لما بتصلحي كتير للولاد، لما انا بقول لكم، بقول لنفسي على فكره ان انا برضو اكيد بعمل كده.
فبتقولي ده غلط، ده ناقص، ده مش صح، ما عملناش ده. لما بنبص للي ناقص واللي ما حصلش والتشالنجز اللي الولاد بيقابلوها او جوازنا او البني ادمين ان جنرال، ده اللي بيطب اكتر، وده اكيد مش حلو بالنسبه للثقه بالنفس. هما ثقتهم هتقل، الطريقه اللي بينا هتبقى دايما ديفense ميكانيزم، هيبقوا واخدين دايما دفاع وبيبقوا جاهزين دايما يدافعوا عن نفسهم، سواء كان الاطفال او الازواج. فده برضو خليه حطيه في بالك. وهنتكلم حلقة تانية عن الرجالة ان شاء الله. اكيد الحلقة دي مش بس كفاية، قولولي لو انا مخدتش بالي من حاجة. انا عارفة ان في ناس بتعمل كوارث، انا فعلا عارفة، مش بقول ده من يعني من ان انا ما شفتش الدنيا، عايشة في عالم تاني، اكيد بسمع وبشوف حاجات بتحصل لناس تانية كتير حوالينا. ف انا مقدرة، معلش، واحدة واحدة، وخلينا نقدر نبني اللينك ما بين الراجل والست وفي تفكيرهم. الدنيا صعبة علينا كفاية، مش عايزين نصعبها على بعض، واستوصوا بالرجال خيرا. اشوفكم ان شاء الله في حلقة تانية، واكيد هعمل حلقة للرجالة عشان ياخدوا بالهم من مرضات